في 2003 برابوس خدت الاي كلاس ونزلوا عليها V12 6.3 لتر توين تيربو عشان تطلع كام بقى؟ اسمع الرقم، 640 حصان و1000 نيوتن متر عزم. لو انت واحد من عشاق مرسيدس فانت اكيد عارف الشركة اللي بتاخد عربيات مرسيدس في حتة تانية، زي البتنجان لما خد البرجر في حتة تانية كده بالظبط. البتنجان اخد البرجر في حتة تانية. شركة بتجيب عربيات مرسيدس اللي هي أصلاً قوية وفخمة وتعمل منها نسخ أجن منها بكتير وبتاكل الأسفلت، بتوصل لأكتر من 1000 حصان. أكيد عرفتها خلاص، الشركة المجنونة برابوس. برابوس واحدة من أكتر شركات التعديل المجنونة والجريئة اللي موجودة معانا في عالم العربيات، وأنا النهاردة جاي عشان أقولك قصتها وأهم إنجازاتها مع مرسيدس، وهنشوف كمان كام موديل ليها بره مرسيدس الشركة عملتهم مؤخرا. فما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. عمنا بودو بوشمان بطل قصتنا النهارده كان زي اي شاب مهووس ومجنون بالعربيات، يحب السرعه والاداء العالي والجنان، وكان شايف ان لسه في مساحه كبيره مش مستغله في سوق العربيات القويه ساعتها، خصوصا لما هو وابوه ويلي بوشمان اتخانقوا مع بعض. ابوه كان عنده توكيل لمرسيدس، وعشان بودو كان شاب طايش ويحب السرعه كان عنده بورش 911 وبيركنها قدام توكيل ابوه دايما. فابوه اتخانق معاه وقال له مش عيب يا ابني يبقى ابوك معاه توكيل مرسيدس وانت راكب لي بورش 911 وبتركنها قدام المحل كمان؟ ده انت بجح قوي، وقام مديله اس كلاس بدل البورش. شايف انت خناقات الاغنياء عامله ازاي؟ بودو خد الاس كلاس، فخامه ودلع وشياكه بس ما بتجريش، ما الراجل جاي من 911 برضه. فزي اي شاب حب يبدا مسيرته في عالم التعديل، وفعلا دور على حد يعدله الاس كلاس بس ما لقاش. ما هو مين الجاحد اللي هيحط ايده في عربيه مرسيدس ساعتها؟ بودو راح قايل لك فيها لخ فيها، وقام جايب عدته وقعد يشتغل عليها بنفسه، وفعلا عدل العربيه. والناس شافت اول عربيه متعدله من مرسيدس فعجبها الموضوع جدا، خصوصا انه كان بيركنها قدام توكيل مرسيدس بتاع ابوه، وكانوا عايزين يركبوا عربيات مميزة زيه بس تكون متعدلة جاهزة، لأن مش كل الناس هتعرف تعدل بنفسها. ومن هنا بودو قرر إنه يسيب بيزنس العيلة اللي كان أبوه عامله ويفتح شركته الخاصة سنة 77 اللي هي برابوس، وسمى الشركة على أول 3 حروف من اسمه بوشمان وصاحبه براكمان اللي بودو جابه عشان يبقى شريكه ويساعده، عشان يطلعوا لنا في الآخر باسم برابوس. بس صاحبه ده ما كانش ليه في التعديل ولا مهتم أصلا بالعربيات، فباع نصيبه برخص التراب لبودو. وزي ما أنا لسه قايل لك من شوية، بودو كان بيعشق السرعة والقوة وعربيات مرسيدس، فكان هدفه في برابوس إنه يعدل عربيات مرسيدس ويطلع منها نسخ متوحشة. بس أكيد ما كانش لسه عنده خبرة كفاية، ده كان لسه فاتح الشركة جديد. فبدأ الأول بتحسينات بسيطة جدا لعربيات مرسيدس، الناس تشتري عربية مرسيدس من توكيل أبوه ويخشوا يعدلوها عنده في برابوس اللي كانت لازقة في التوكيل. هو ده البيزنس العالي ولا بلاش؟ يركب لهم نظام صوت وسماعات أقوى، أو يركب تليفون في العربية وشاشات في الكراسي ودي في دي والشغل بتاع الثمانينات ده، لحد ما دخل في الجد وعدل أول عربية تحت علامة برابوس. جاب الإي 190 اللي كانت بتنزل 4 سلندر وقام مركب لها V8 5 لتر، خلاها وحش ما بترحمش. كانت أقوى إي 190 في العالم ساعتها بقوة 250 حصان. وفي سنة 83 فتح أول فرع كبير بعيد عن توكيل أبوه، ومن ساعتها أي عربية بتجيله بيركب لها V8. وما اكتفاش بتعديل الأداء بس، لا ده كان بيعدل كمان في الشكل. أي نعم ذوقه كان غريب في البداية بس هيتحسن مع الوقت، جنوط غريبة ومميزة على عربية مرسيدس، اكسدامات أعنف، وكمان كان بيعدل في ايروداينامكس العربية. بس احنا لسه ما وصلناش للجنان، لأن الجنان كله بدأ سنة 91 لما مرسيدس نزلت الشبح، العربية المرعبة بالV12 6 لتر. عم بودو يسكت؟ أكيد لأ، يخليها مرعبة أكتر، زود سعة المحرك ل 6.9 لتر، وفي كام نسخة كده وصلها ل 7.3 لتر عشان في الآخر يطلع فوق ال 500 حصان. وفي سنة 96 برابوس EV12 اللي كانت متعدلة من النسخة الأصلية W210 كان عليها ال V12 ل 7.3 لتر اللي بيطلع 582 حصان، ودي خدت موسوعة جينيس كأسرع عربية صالون إنتاجية للشارع، كانت بتوصل لتوب سبيد 330 كيلو مقفولة إلكترونيا. وراح منزل الموتور ال V12 ده على ال SL 600 رودستر، ونزل ساقها بنفسه على الأوتوبان، وكان سايقها من غير كبوت كمان عشان الناس تشوف إبداعه. تفتكر هو ده الرقم القياسي الوحيد اللي عملته برابوس؟ لا يا معلم، ده لسه التقيل جاي. سنة 97 عمل رقم قياسي كأسرع عربية ستيشن واجون في العالم، العربية دي كانت إي كلاس مسقط لها الموتور ال V12 برضه. بودو يهمت بقى؟ لا، السنة اللي بعدها على طول يعمل رقم قياسي كأسرع عربية SUV إنتاجية للشارع، نزل بالM كلاس اللي شال موتورها ال V8 التعبان، بالنسبة لعم بودو ال V8 تعبان، وراح منزل لها ال V12 اللي كسر بيه كل الأرقام اللي فاتت دي. كده التسعينات كلها بالنسبة له أرقام قياسية،
ففي سنة 99 قال لك نهدى بقى شوية وراح جايب السمارت معدلها برضو كده شوية، وبكده يكون ختم التسعينات كلها خلاص. ولو فاكر ان خلاص كده، فاحب اقول لك الألفية الجديدة كانت عاملة شغل اجمد من كده بكتير مع عم بودو. في 2003 برابوس خدت الاي كلاس ونزلوا عليها في 12 6.3 لتر توين تيربو عشان تطلع كام بقى؟ اسمع الرقم، 640 حصان و1000 نيوتن متر عزم، بتتسارع من 0 ل 100 في 4 ثواني ونص. ومش بس كده، ده كمان كسر رقمه القياسي اللي عمله في التسعينات كأسرع عربية صالون إنتاجية للشارع بتوب سبيد 340 كيلو على حلبة ناردو في إيطاليا. عمل نسخة جبارة من المايباخ في 2004 بنفس الفي 12 الباي تيربو 640 حصان و1000 نيوتن متر. وفي نفس السنة برضو عملوا أول جي كلاس في 12 بتطلع 610 حصان وبتتسارع من 0 ل 100 في 4 ثواني و7 أجزاء. يا جدعان أرقام مش منطقية على عربية شبه البوكس ووزنها معدي ال 2.5 طن. برابوس كمان عدلت الفان ده، حطوا له في 8 بتطلع 620 حصان وعدلت العربية دي كمان، بس كل ده مش مميز. خش لي بقى في الروكت CLS 6.3 لتر V12 توين تيربو، بيخرج 730 حصان و1100 نيوتن متر. وانا المره دي مش هقول لك هي بتتسارع من 0 ل 100 في كام، انا هقول لك انها من 0 ل 300 في 29 ثانيه ونص. وطبعا كسر بيها رقم القياسي اللي لسه عامله، والمره دي بتوب سبيد 365 كيلو في حلبة ناردو اللي كان اي حد عايز يجيب توب سبيد بيروح لها. بودو حرفيا كان بيعلي على نفسه عشان ما لقاش حد ينافسه. برابوس بوليت او الطلقه، وهي فعلا طلقه، سي كلاس W204 بقت هنا 730 حصان و1100 نيوتن متر، بتجيب من 0 ل 100 في 3 ثواني و9 اجزاء. وعدلوا الاس ال ار، بس المره دي عمل شويه تحسينات بسيطه، ما غيرش الموتور، مجرد بس زود قوه السوبر تشارجر اللي عليها عشان تطلع 720 حصان. واسمع مني الرقم القياسي ده كمان، خد اسرع عربيه اس يو في في العالم، والمره دي بالجي ال كي الفي 12 بتخرج 750 حصان عشان تجيب من 0 ل 100 في 4 ثواني وجزئين. كل ده بقى كوم، والعربيه اللي جايه دي كوم تاني خالص. عمل عربيه مجنونه ومختلفه عن كل اللي انت سمعتهم، اي كلاس ومغطي الكاوتشات اللي ورا بتاعتها عشان الايروداينامكس. انت لو شفت المنظر ده اصلا في الشارع هتخاف. العربيه بتطلع 800 حصان و1100 نيوتن متر من نفس الفي 12 مع تخفيف وزن وتعديل في نظام التعليق بتاعها عشان تجيب من 0 ل 300 في 23 ثانيه و9 اجزاء. وللعلم العربيه دي اتعمل منها 10 نسخ بس في العالم كله. ومن بدايه 2010 برابوس غيرت التسميات بتاعتها شويه وخلوا اسامي العربيات ترمز لقوتها، فجابوا الاس ال في 2010 وسموها برابوس 800، ومن الاسم فهي بتطلع 800 حصان من الفي 12. بعد 3 سنين يجيبوا الاس ال اس، العربيه اللي فيها اجمل ابواب في عالم السيارات، وراح زقها ل 700 حصان برضو. مرسيدس بقى في 2013 نزلت الجي كلاس ال 6x6، العربيه الاشهر في GTA. برابوس تسكت، ما صدقت خدتها طبعا وعملت منها نسخ زي ما تحب وسمتها برابوس 700 6x6. العربيه دي عليها V8 توين تيربو بيخرج 700 حصان. وعندك البرابوس 900 اس كلاس، قمه في الفخامه والشياكه، بس مع برابوس ما ينفعش تبقى بموتورها الاصلي. خدوا الفي 12 ونزلوه عليها مع تيون وصل الموتور ده ل 900 حصان و1200 نيوتن متر. انت سايق طياره حرفيا. ولو زهقت من كميه العربيات المجنونه دي، فتعال نشوف كده البحر مع برابوس بيقول ايه. وخلينا اصدمك على طول بالبرابوس شادو 800، ده مركب بموتورين بيطلع 800 حصان. انت متخيل؟ انا مش عارف هو هيسابق مين اصلا في البحر. 26 ابريل 2018 بودو بوشمان مؤسس الجنان ده كله مات بعمر يناهز ال 62 سنه، وساب وراه الشركه اللي بناها بكل حب وشغف في التعديل. فانت متوقع ان الشركه تقع بقى بعد وفاته وكده. فعلا ده كان وارد جدا، بس مع العيله دي انسى. كونستانتين ابنه مسك الشركه بعده وكمل مسيره ابوه اللي ما كانتش ينفع تنتهي بعد وفاته. ده اسمه والله كونستانتين، مش عارف اثر معاكم في ايه احمد يعني. المهم بعد ما ابنه مسك الشركه تقريبا كل حاجه بيعدلوها ما بقتش تقل عن ال 900 حصان. يعني عندك GT 63 اس روكت 900، جي كلاس روكت 900، GLE 63 اس روكت 900، كل دول 900 حصان. وفي سنه 2022 حصل بينهم تعاون مع شركه KTM بتاعت الموتوسيكلات، وعملوا تحفه فنيه على عجلتين بصراحه. ورجعوا تاني يتجننوا مع مرسيدس، بس المره دي مسكوا المايباخ GLS 600 خلوها 900 حصان برضو. وبرابوس كراولر اللي مستوحاه من الجي كلاس، بس هم يعني شالوا منها الابواب والسقف وكل حاجه تقريبا، يا دوب رول كيج وبادي الجي كلاس من بره ومعاهم 900 حصان. كده خلاص بقى يعتبر جابوا اخر عربيات مرسيدس. ده غير ان حصل بينهم تعاون مع كذا شركه في الفتره دي، منهم رولز رويس وبورش ورانج روفر، فدخلوا على افخم علامه عربيات في العالم رولز رويس.
بالبرابوس 700. تعديلات في البادي والجنود شرسة جدا، والوان الداخلية رهيبة زودوا من فخامتها وهيبتها بشكل فظيع. بورش كمان ادت لهم ال 911 تيربو اس كابورليه عشان يخلوها 820 حصان و950 نيوتن متر، وجنود برابوس المميزة جدا خلت العربية دي تحفة اكتر ما هي اصلا. وتايكان تيربو اس، بس بما ان العربية دي كهرباء فهم ركزوا اكتر على الشكل والداخلية وتقريبا ما لمسوش الاداء. كل اللي جاي بقى مجرد تحسينات لأداء عربياتهم اللي عملوها قبل كده، خلوا كل العربيات توصل ل1000 حصان، لكن كأفكار جديدة ومجنونة زي اللي بودو أبوه كان بيعملها للأسف مفيش، إلا فكرة واحدة بس. أغرب حاجة ممكن تشوفها من برابوس بيج بوي أو الولد الكبير، بيت متنقل عملوه في 2024. بصراحة حرام أقول عليه بيت، دي فيلا متنقلة من صناعة برابوس بالكامل على المرسيدس الأكتروس، فخامة وشياكة ورقي، إيه ده يا جدعان؟ بس طبعا السعر من فئة تجار المخدات، فمش تبعنا ده، والصراحة يعني ولا أي عربية من اللي اتقالت في الفيديو دي تبعنا. ولو هتسأل انت ما قلتش اسعار ليه يا عم يوسف، فبصراحة ملهاش لازمة، انت كده كده عارف ان اي عربية من اللي اتقالت دي تعمل لها 100,000 جنيه مستريح. برابوس شركة ما كانتش بتحل أي حاجة مصنفة وسيلة مواصلات وعليها لوجو مرسيدس بالذات بيعدلوها، عربيات سمارت صغيرة كده شغال، بيت متنقل معمول من برابوس من أوله لآخره ما يضرش، مراكب ما نقولش لأ. الشركة حرفيا ما سابتش حاجة غير لما عدلتها، وكل فترة بيطلعوا لنا بقنبلة جديدة تفاجئنا كلنا، لكن دي كانت أجمد الحاجات اللي عملوها من أول ما الشركة بدأت لحد النهاردة. لو عايز تشوف جنان منصوري في التعديل هي كمان في حلقة جاية، اعمل لايك وسبسكرايب واكتب لي في الكومنتات. أشوفك في الفيديو الجاي، سلام.